سلام خوتي خواتاتي، كي درتو؟ لاباس مزيان شويه؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم جيتكم في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان. غنشارك معكم كيفاش نصيبوا الملوي كيجي مورق ورائع البنات. كيصيبوه يعني تصلح حتى البرماش، يعني تقطعوه بالمقص كيجي زوين بزاف البنات. المهم هانتوما بقاو معايا مع المقادير. خلاص خوتي خواتاتي، دابا جبت الكسعه ودرت فيها، انا غندير بصراحه بزايد. درت 6 ديال الزلايف ديال الفرص وجوج ديال الفينو. نتوما ضعفوا المقادير، ديروا جوج ديال الفرص، جوج زلايف ديال الفرص وهكا زلافه ما تكونش عامره ديال الفينو. ديروا شويه ديال الملح وشويه ديال السكر، معلقه صغيره ولا حسب الذوق البنات. خلاص خوتي خواتاتي، بعد ما دايره داك الماء دافي شويه، المهم نجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا البنات. هما بقاو معايا مع الفيديو من الاول حتى الاخر. خلاص خوتي خواتاتي، تنقول لكم عواش لكم بروكا، والله يدخل علينا هذا العيد بالصحيحه والهنا وطلة الرزق باذن الله. خلاص خوتي خواتاتي، هاد الملاوي ولا نديرو بصراحه البرماش. خلاص غنوجدهم باش يصبح لي العيد واجد، يعني غنخبعو صبح ديال العيد، يعني غنصب وصافي البنات. خلاص خوتي خواتاتي، هاد سميتو العجينه تحاولوا تدلكوها شويه، دلكوها شويه البنات وصافي. ديروا غير رشيشه د الماء وتحاولوا تعلكوها غير رشه وحده البنات، حيت ضروري تخليو العجينه شويه، يعني ما تكون واقفه شويه، يعني ماشي مرخيه بزاف. ومن بعد البنات غنحاولوا نديروها بشي، انتما تشوفوا كي جات، يعني ماشي قاصحه بزاف ماشي جاريه. درت لها شويه الزيت ونديرها فواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح البنات تقريبا واحد نص ساعه حتى ثلث ساعه. خلاص خوتي خواتاتي، بعد ما ارتاحت لنا العجين ديالنا غنخليتها تقريبا واحد نص ساعه، يعني ما مزروباش عليها، خليتها على خاطرها. بعدنا نديرها نشكلها كويرات كما كتشوفوا. خلاص انا ندير كويرات يعني كبارين، وانتم حاولوا ديروهم صغار، يعني لما كنتش ديروهم البرماش ولا هذا ديروهم صغيورين. خلاص خوتي خواتاتي، بعد ما شكلتها كويرات وارتاحت، جبت نص كاس ديال الزيت ودرت الزبده وذوبتها، وجبت هذا سمحوا لي الطحين، نص كاس ديال الطحين الفرص والسميده البنات حتى هي نص كاس، ودرت شويه د الخماره وخلطت الطحين ديالي باش نطلق المليويات ديالي البنات. خلاص خوتي خواتاتي، بعد ما ارتاحت لنا العجين كما كتشوفوا، راه كتشوفوها مرتاحه البنات، خليتها حتى انا هنا نتوما كتشوفوا يعني تطلق كنطلقها دغيا، يعني دغيا سمحوا لي تنطلقها دغيا البنات كما كتشوفوا، راه كتبان مدلوكه البنات، يعني دلكتها. خلاص خوتي خواتاتي، كندير هذاك الزبده اللي ذوبت، ومن بعد ندير داك الخليط ديال هذا السميده والطحين والخميره. صافي نجيب شراره ونحاول نبقى نقطع كما كتشوفوا. خلاص في الاول ما نقطعش، يعني نقطع في الاول ما نقطعش مزيان، يعني نخلي في الاول. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات في الاول يعني في الاول ما كتقطعوهاش، كتقطعوها حتى الاخر كتقطعوها، ولكن في الاول ما تقطعوش البنات. نتما كنجمعوها، انا كنجمع وانا كندير شويه الزبده والسميده كما كتشوفوا. صافي درت شويه السميده، صافي غنجمعها البنات، كتطلقوها هكا شويه كتجبدوها وصافي. كنبقى ندورها البنات، وديك العجينه كندخلها من التحت وصافي كنخليها ترتاح حتى كنسالي كلشي عاد نبدا نطيب البنات باش كترتاح لي العجين. اسمحوا لي راني نسيت، خصني ندير شويه ديال الزبده والسميده. كندير الزبده كندهن، وعاد كندير السميده، الخليط ديال السميده مع الفرص وشويه د خماره حمراء البنات. كندير واحد راس المعلقه ديال الخماره.
كنبقى مستمره هكا كنقطع البنات، كنقطع داك يعني يكونوا رقاقين شويه حتى الا دزتو شي وحده يمكن لكم تعاودوها تعاودوا تقطعوها البنات. سمحوا لي على البنات على الديرونجمون. كنبقى مستمره هكا. خلاص خوتي خواتاتي اللي كتكون اول مره دخلت للقناه وعجبتها المحتوى ديالي، نتمنى تضيف الاشتراك وتفعل الجرس ودير شي لايك للفيديو وشي تعليق، وبلا بكم ما كنسوى والو البنات. هانتوما بعد ما قطعتها حتى لا دوك تقطعوا لك هذاك، لا تقطعوا داك الطريفات يمكن لكم تهزوهم عاود تلصقوهم مع العجينه. صافي انا كنلوي وتندير الزبده والسميده. صافي تنجبد بحال هكا، ندير شويه الزبده شويه السميده هكا وصافي نبقى نلوي. كنحاول نعاود لكم باش يعني يكون مفهوم كلشي. صافي كنبقى نلوي وهذاك هذا كندخله من التحت. هذه درتها صغيره شويه. خلاص البنات اللي كنتو يعني ما دايرين مشلب ورماش كما قلت لكم غديروا مي صغيورين كيجيو احسن وكيجيكم متساهلين. صافي كنبقى نلوي بحال هكا. من بعد خوتي خواتاتي بعد ما ساليت درت طاجين يسخن، كنقرص شويه وتندير الزيت في المقله وصافي كنطيب البنات. نبقى نقلبوها قبل ما طيب لنا البنات. هانتوما خوتي خواتاتي شوف كي كتجي مورقه. هانتوما البنات غنشدها ونقطع، يعني نحاول نقطع هذوك بالمقص ونخليهم من البرماش كما قلت لكم. خلاص خوتي خواتاتي نتمنى يعجبكم هاد المليويات اللي شاركت معكم اليوم. ها هو بعد ما قطعته نتمنى يعجبكم. درته في الطاسه ونخليه ان شاء الله حتى نهار العيد ونفورو ومن بعد نحطه في القصيعه وندير عليه برماش البنات. وتنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. واللي كتكون اول مره دخلت القناه نتمنى تضيف الاشتراك وتفعل الجرس ودير شي لايك الفيديو وشي تعليق. بسلام عليكم البنات، باي باي، عواشكم مبروكه.